الله وبركاته. انا ميمو وانا سيمو. ازيكم؟ النهارده هنقدم لكم طريقه كيك الاكواب. ماشي، طريقه سهله جدا جدا وتنفع مشروع كمان. انا عاملاها مشروع. يلا نسمي الله. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالبيض. حطينا كام بيضه؟ حطينا 4 بيضات. طبعا عشان زفاره البيض هنحط معاهم فانيليا. تمام، معلقه كبيره. ومعانا هنا كوبايه ونص سكر، واللي عايز يزود حسب الرغبه. بسم الله. بص انا عايزه اوريكم القوام بتاع البيض بقى حلو والله. وطبعا اللي ما عندوش مضرب كهربائي يعمل في الخلاط عادي، صح يا ماما؟ او بالمضرب سلك. صح، بالمضرب اليدوي. معانا معلقه خل كبيره. ومعانا هنا كوبايتين لبن، كوبايتين ونص ميه. ايوه، دي المفاجاه اللي ما قلناش عليها في اول الفيديو. احنا هنعمل على قد امكانياتنا، ان شاء الله هتطلع حلوه جدا. يلا نبدا. طبعا لو ما عندناش لبن كتير، احنا عاملين كميه للكيك كبيره شويه، حسينا ان اللبن قليل، هنعمل ايه؟ حطينا كوبايتين ميه وان شاء الله هتطلع تحفه. كام كوبايه زيت ولا زيت؟ حطينا كوبايه ونص زيت. جبت الاسبدوله عشان اقلب بيها دقيق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا معلقه ملح صغيره، معلقتين بيكنج باودر كبار، 6 كوبايات دقيق. يعني تقريبا كيلو دقيق. نخليها مرتين ثلاثه، لما بتنخليه مرتين ثلاثه بيكون النتيجه بتاعت الكيك احسن طبعا، بتطلع هشه وجميله ان شاء الله. احنا نعمل كده. بسم الله. بسم الله الرحمن نحط الرحيم. المريم حبه حبه، نحط الميرو حبه حبه. شكرا يا سيم. ياسي شكرا يا سيم. ريحنا دماغنا عشان حبينا نصب بالطبق اللي عملنا فيه الكيك، زهقنا فحطينا في كيس كاننا بنحط كريمه. وللاسف الفيديو اتقطع نصه، التليفون فصل فجاه واحنا بنصور. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كده اسهل بكتير. دي نصيحه مني، ما تيجوا تعبوا كوبايات زي دي لازم تعبوه كده، لانه لو محطوط في اي حاجه استعملوا كأنه كريم. بالظبط. الله ينور عليك. يا جماعه الطريقه دي سهله جدا، هتوفر علينا حاجات كتير، المواعين وهتوفر علينا طبعا في المساحه بتاعت الكيك. انت يا دوبك تسيبني بس نص الكوبايه وهو ما شاء الله هيعمل ان شاء الله. والكيكه بتاعتنا طلعت سخنه وملهلبه حلوه جدا. وبصوا وشها، هي طلعت معايا كانت فاتحه شويه واستوت. عملنا وشها حمر ولا شوايه عشان تاخد وش كده حلو بدل. بس في حاجات ايه يعني وشها حمر، في حاجات لا. بس لازم تاخدوا بالكم، لانه عارفين انتوا الشوايه بتبقى في النص مش بتوزع كويس. بس حلو جدا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. وزي حلاوتها كانت 6 كوبايات. والله هي عملت كام كوبايه اصلا يا ماما؟ عملت 26 كوبايه. 26 كوبايه ب 6 كوبايات دي بجد. واربع بيضات. واربع بيضات بس 26 كوبايه بجد، يعني حاجه منتهى الروعه. حلوه يلا جدا. بقى طعمها بقى ما اقدرش اقول لكم، احنا يعني ما قدرناش نستنى، كان وهي سخنه صراحه. كانت 6 كوبايات. يلا هوريكم من غير تزيين ولا اي حاجه، تتاكل كده صح زي اه والله. انا 6 كوبايه رحت قاطعه الكرتونه وكلتها وهي كده بجد من حلاوتها. يعني بصوا انا ما اقدرش اقول لكم بمنتهى البساطه، تقطعوا تمسكوا كده كرتونه وتقطعوها وتقشروها زي اكنكم بتقشروا موزه وكله يتهنوا. يلا نبتدي نزين. اول حاجه هنعملها هنسقي الكيك بميه بسكر بدل اللبن. ما اقدرش اقول لكم، اول مره قلت لمريم هنسقي ميه بسكر ما عجبهاش كلام. او بعسل لو عندكم شويه عسل من بتاع اللهم صل على النبي البسبوسه والكنافه ممكن تسقيه لو خفيف، لكن تقيل. انا كده سقيتهم كلهم وهنحط بقى التزيينات بتاعت الفواكه كده حلوه. توت ازرق بري. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها توت. حطينا زينا بالتوت. ليمون. ده ايه؟ ده جوز الهند. هينزل بالعافيه عشان قرب يخلص. الازاز دي كانت عندي ليه بقى؟ هي غاليه طبعا، بس كانت عندي عشان انا كنت فاتحه محل زلابيا وكافيه يعني كده صغير، بس للاسف انا فتحته في حته غلط، كانت ما فيهاش زباين، مكان مقطوع زي ما بيقولوا، فما نجحتش معايا. قفلت المحل على العده اللي فيه، وان شاء الله عندي امل ان انا اخد محل في حته جديده بمشروع جديد. الكيك ده انا عملته برده اول ما فتحت المحل، فاكره يا مريم؟ يا والله العظيم كان حلو جدا، كان نفسي اكمل فيه، بس انا للاسف قعدت بس 6 شهور في المحل وقفلته على العده اللي فيه. قالوا لي ان انا افتح محل جديد ان شاء الله في حته حلوه باذن الله، وهضيف عليه الكيك ان شاء الله. الكوبايات بتاعتي كب او كيك بجد هتعجب الناس كلها. والله احنا ما العظيم قدرناش نقاومها بجد. بالله عليكي بيبقى طعمها ايه؟ تحفه اكنك بتاكل تورته او جاتوه. الحمد لله يا رب. الحمد لله. يلا هنخش على ايه؟ مريم بتحب الكراميل. شكله جميل قوي في تزيين الكراميل. كوبايه بقى مريم بقى اتكلمتوا عنها. مانجا وحلاوه المانجا، يعني ريحتها لوحدها من قبل ما ادوقها اصلا. بتتكلم عنها. احنا ما فتحناش العلبه دي خالص، اول مره نستعملها معاكم او ما استعملناهاش يعني. مش بقى اخر مره يعني، لاني بعشق المانجا، اذا كان صوص ولا عصير ولا اي حاجه لها علاقه بالمانجا. بالله عليكم شجعونا عشان ان شاء الله نفتح معاكم محلنا الجديد ان شاء الله. المحل باذن الله قريب، ادعوا لي ان انا افتحه ان شاء الله باذن الله. بجد شكلها وريحتها جميله. خدي اعملي واحده كمان ولا كفايه عشان تحطي؟ لا الحمد لله. حد يقول لي مانجا لا يا جماعه؟ بالظبط. معانا ايه؟ فراوله يا فراوله، جمال الفراوله.
اقدرش اقول لكم الفراوله كمان مع مربى. مع الكيك مربى. طعمها حلو ازاي. والله الكوبايات دي هتنزل في قلبكم قبل ما معدتكم. حصل. فاضل شوكولاته انت انا شوكولاته ولا مش قادره اصلا لك. طب احنا ما حطيناش شوكولاته النهارده، زينا بالفاكهه بس. كوبايه فاكهه والله العظيم يعني بجد احلى من 100 جاتوه. بص المنظر. صلى على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. تحفه تحفة. جميله جميله جميله. وكده احنا زيناهم. زينهم بايه؟ مانجا، كراميل، دبوس هند، توت، توت، وطبعا فراولة. صاحبة الشرف فراوله. نتمنى الكوبايات او التطبيق بتاعنا يعجبكم، والله العظيم حلو جدا، جربوه وشجعونا وما تنسوش اللايك. لايك والشير والسبسكرايب في القناه. واتمنى تطلبوا مني دايما كل جديد، تكونوا شايفين الفيديو للاخر. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع سيمو وميمو.